ما جيتش باش نبكي ونتباكى ونقول إذا أكرمت اللئيم تمردا، أو مكان ضفدع هو المستنقع، وإلا حطيتي حاولتي تحطو في مكان نقي ما يرتاحش فيه، غير يرتاح غير في المستنقع ديالو. مع أنني متفقة مع هاد الهضرة، وما غاديش نهضر على الاستفزازات اللي كانت قبل الماتش وحتى في وسط الماتش، ولا اللومالي اللي مقلقه وغاديه لي فيستير 19 دقيقه باش يعني تستفز ويعني وتلعب على الاعصاب ديال اللاعبين المغاربه. وانا ما كنتش نتمنى او نفتخر بهذه الطريقه ديال الفوز. المهم كنا كنتمناو هذا الكاس، ما كتبهاش الله، قدر الله ما شاء فعل. انما كنبقى كمغربيه فخوره بالفرقه ديالنا، المنتخب ديالنا رابح قلوبنا يعني مده هذه ماشي عاد. ومن طبيعه الحال ما غاديش نهضر على الناس اللي شامته بانه يعني ما خديناش الكاس، لانه كاع اللي كيحسدك غير اللي اقل منك. ما يمكنش شي واحد يكون حسن منك ويحسدك، هذا مستحيل. اللي فخوره به هو بلادي بالفريق ديالنا، فخوره ايضا يعني بالبنيه التحتيه، بالملاعب العالميه اللي الاغلبيه ديال هذوك اللي كيشمتوا حاسدين عليها لانهم ما عندهمش حتى الربع ديالها. المهم المغاربه كيبقاو دائما رافعين راسهم، دائما فخورين والحمد لله. وحنايا يعني الناس راقيه على اننا نتبكاو او لا نمشيو نشمتو في شي حد، ولا ما هذيك ماشي تربيتنا ولا اخلاقنا. حنايا ديما كنبغيو بلادنا ومع بالكنا ومع فرقتنا، وديما مغرب وتحيا المغرب وعاش الملك وقلوبنا معكم.